السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب ام لولو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنرجع ونقول هنخزن البرتقال. البرتقال طبعا في ناس كتير بتعمله وبتخزنه وبيبقى طعمه وحش جدا ومر جدا، وناس بتقول البرتقال بيفصل مني لما بيتشال سليم وكده. وبيجوا يطلعوه من الديب فريزر او من الفريزر بيبتدوا يعملوه عصير بيفشل منهم. فاحنا هنقول الطريقة الصح اللي هتخليكي تجربي عصير البرتقال بطريقة ممتازة. احنا عملناه قبل كده في القناة بالجزر، احنا النهاردة هنعمله خام عشان لما ان شاء الله نستخدمه في الجيلي ونستخدمه في المهلبية ونستخدمه في حاجات كتير جدا هنعملها مع بعض ان شاء الله في القناة. هقول لك الطريقة الصح، ومش يعني ان شاء الله مش هتعملي غير بالطريقة بتاعتي دي بإذن الله، علشان البرتقال يكون صحي 100%، وشكله وطعمه في منتهى الروعة. هنقول طبعا احنا بإذن الله بنعمل العصير بتاع البرتقال اللي هو البلدي. عصير البرتقال البلدي اللي هو بيبقى جواه مية كتير. ليه بقى البلدي ده؟ اولا بيكون الطعم مش بيبقى سكري، بيبقى الطعم مزز كده وحلو جدا. احنا عندنا يا جماعه العصاره دي، تمام؟ اللي عندها العصاره دي خير وبركه، اللي عندها العصاره دي مفيش اي مشاكل. دي او دي هتعمل هنستفيد منهم هما الاتنين. عندك الكهربائيه عادي، عندك اليدويه دي عادي، تمام. انا كنت بعصر باليدويه بس طبعا عندي مشاكل في ايدي فبضطر ان انا بعصر في الكهرباء. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي كده وهنشوف. احنا غاسلين البرتقال وقاسمينه نصين، تمام. في ناس بتقشره بتشيله وتيجي تطلعه كده وبتضربه في الخلاط، تبص تلاقي كوبايه العصير فيها ميه من تحت والطفل عايم على الشوب من فوق، تمام. فدي بتبقى طريقه مش حلوه ومش ظريفه. احنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنعصر البرتقال بالعصاره الكهرباء بالشكل ده. بسم الله. وهنا كده هوريكي بالطريقه اليدويه هنعمل ازاي. احنا عندك دي او عندك دي مفيش اي مشاكل، بس انا علشان ايدي فيها مشاكل شويه، ايدي اليمين، فما بقدرش بصراحه اتحكم فيها جامد في العصاره دي اليدويه، تمام. بس هي عامه موجوده في اي مكان في بيع الادوات المنزليه، تمام. وهي عصرت برضو ما فيهاش اي حاجه، يعني احنا مش هنموت لو ما عندناش كهرباء، عادي جدا. بس كنت بستخدم دي، تمام. احنا هنخلص الكميه كلها وهقول لك بقى السر في انك انت تعملي العصير في منتهى الجمال. وهو يا حبايب قلبي احنا عصرنا البرتقال، شايفين حضراتكم، سواء في العصاره اليدويه او العصاره الكهرباء بينزل التفل ده، تمام. برضو مش هنستكفى، هقولك هتعملي ايه علشان البرتقال يفضل طعمه في منتهى الجمال وما يمررش منك. هتمسكي البرتقال بتاعك بالشكل ده، لازم 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 البرتقال يتصفى مرة تانية. التفل ما فيهوش الفوائد زي ما احنا كنا فاكرين، والناس بتقول لازم التفل ولازم اللي هو جواه ده طبعا اكبر غلط على عصير البرتقال. ده اكبر يعني مشكله لما بتيجي تضربيه وما بتصفوهوش. احنا طبعا ما استكفيناش بالتفل اللي طلع من في الكبه في الاول في العصاره، وبعد كده اتعصرنا برضو ده كده على الاخر في المصفى الصغيره الناعمه دي، تمام. هنا كده حبايب قلبي عصير البرتقال جهز لجميع الاستخدامات. احنا طبعا عاملينه في القناه قبل كده بالجزر، تمام، وعاملينه ساده. خلاص الساده ده هنستخدمه في نعمل جيلي، نعمل مهلبيه، نعمل يعني حاجات كتيره جدا حلوه، نعمل كيكه. ممكن تستخدميه زي ما هو كده، هيبقى بالشكل ده. انا مجمده قبل كده بنفس الشكل ده، تمام. واللي بالجزر شايفه لونه اهو بيبقى شكله كده. طبعا انت عندك الخيارين، اهم حاجه
العصير نفسه بتاع البرتقال يكون طريقته صح. اهم حاجه اللي انك انت تصفيه كويس جدا بمصفى سلك ناعمه. تمام. هنا كده ده انجح عصير برتقال ممكن تعمليه حضرتك. انما لو قشرتيه وشلتيه كده ده بيفشل منك بصراحه. انا جربته قبل كده ما كانش بيعجبني نهائي، لما كانت الناس بتقول حلو ومش عارف ايه. بصراحه جربت لان انا بحب برضو اجرب الحاجه. اقول يمكن كل واحد عنده فكره حلوه يعملها. فانا بصراحه حتى القشر ده برضو بستفيد منه، عملت منه معطر جو. وعملت منه صابون سائل للمواعين في منتهى الجمال برضو في القناه عندي، هترجعوا تشوفوا الفيديوهات. يبقى عندنا العصير كده عملناه بالطريقه الصح. تمام. ده اللي هو العادي اللي هو الخام من غير اي اضافات، وده اللي هو بالجزر. وان شاء الله يا رب الوصفه تعجبكم، وان عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لحضراتكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.